ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف هنعمل الجمال ده كله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه جدا. حتى لو ما عندكيش المكنه او الجهاز بتاع الوافل، هقولك ازاي تقدري تعملي وافل في البيت بمنتهى السهوله، بمنتهى النظافه. حلوه قوي قوي، مش هيكلفك كتير. تعالوا بينا نشوف عملناه ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه هنعمل الخليط بتاعنا. العجينه عباره عن ايه؟ معلقه ونص كبيره مليانه من السكر زي ما انتوا شفتوا معايا عدد واحد بيضه بدرجه حراره المطبخ. ضفت عليها باكو من الفانيليا، ولو مفيش فانيليا تقدري تضيفي معلقه كبيره من الخل. تمام. بنضربهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين، بمضرب يدوي، بمضرب كهربائي، بالهاند بلندر، باي حاجه متوفره عندك شغاله يعني، لحد السكر ما يختفي ويبقى لونه فاتح كده زي ما انتم شايفين. بنبتدي ننزل عليهم بربع كوبايه من الحليب ونص كوبايه من الميه، نديهم ضربه خفيفه زي ما قلت لك. تقدري بمضرب يدوي عادي. بعدين بنضربهم ضربه خفيفه وبننزل عليهم بربع كوبايه من الزيت. ربع كوبايه من الزيت بس، بلاش يا ريت زيت التموين، ونستخدم زيت نظيف. تمام. هنبتدي نجيب كوبايه واحده من الدقيق زي ما انتم شايفين، نشيل منها معلقه. كوبايه من الدقيق نشيل منها معلقه، ولازم ننخلها كويس عشان ندخل جواها هوا. معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونديهم تقليبه كلهم مع بعض. العجينه بتاعتنا قد ايه؟ بسيطه، مش مكلفه خالص. هي عدد واحد بيضه، ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الميه، ربع كوبايه من الحليب، معلقه ونص كبيره من السكر، كوبايه من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر. نديهم تقليبه مع بعض كده، وبعدين بجيب الاسباتيوله بقلب بيها. شايفين الخليط عامل ازاي؟ هو مش زي خليط الكيك، هو اخف من خليط الكيك. تمام. شايفين اخف شويه من خليط الكيك. هجيب بقى الجهاز بتاعي، ولو ما عندكيش الجهاز هقولك هتعمليه ازاي. اول حاجه بجيب الجهاز، بحط الفيشه بتاعته عشان يسخن. واول ما بحط الفيشه ويبتدي ان هو يسخن معايا، بجيب الفرشه بتاعتي، بحطها فيها شويه زيت، وابتدي ان انا امسح الجهاز بتاعي من فوق ومن تحت كده زي ما انتم شايفين. بمسحه اول مره بس، مش كل مره هحط فيها عجين همسحه. تمام. فانا بمسحه اول مره بس. طبعا لو ما عندكيش الجهاز، في قوالب سيليكون بتتباع نفس شكل المربعات دي كده، 4 برضو بتاع سيليكون كده، بس حلو برضو. تقدري تجيبيه وهتديله مسحة من الزيت، وبرضو تفضي فيه الخليط وتدخليه الفرن على درجة حرارة 180، وبيستوي معاكي. واول ما يستوي هتطلعيه وهيبقى زي الفل. تمام. يبقى لو ما عندناش الجهاز بتاع الوافل، مش هنوقف نفسنا، هنروح لاي حد بيبيع مستلزمات حلويات او ادوات مطبخ، هنقول له عايزه مفرش سيليكون للوافل، هيديكي، او قالب الوافل السيليكون هيديهولك. طبعا صبيت الخليط كده زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اقفل عليه. شايفين هنا اللمبه الخضراء مش منوره، الحمراء اللي منوره. شايفين البخار اللي بيطلع ده دليل ان العجينه بتاعتك ناجحه وبتستوي. شايفين البخار؟ حاولت ان انا اوريه لكم اهو زي ما انتم شايفين. طيب هو هيستوي بعد قد ايه؟ اللمبه نورت اول مره، لو فتحنا عليه هنلاقيه لسه ما استواش، ما اخدش اللون، لكن هو مستوي بس مش مقرمش. بنقفل عليه كمان مره وبنسيبه لما يستوي. يعني اللمبة الخضراء دي بتشتغل مرة وتفصل، وتشتغل كمان مرة وتفصل، وهنا بيكون جاهز. تمام. يعني اول مرة زي ما انتم شايفين لما فتحت عليه بعد اللمبة ما فصلت، ما كانش لسه سامعين صوت القرمشة؟ ما شاء الله تبارك الله، حلوة جدا. وافل ده ولا مش وافل؟ احلى وافل ممكن تعمليه في البيت. والله كمان لو جبت القالب السيليكون وعملتيه فيه ودخلتيه الفرن على درجة حرارة 180، لو مش متوفر عندك المكنة او الجهاز، هيطلع بنفس الشكل. بصوا قلبه من جوه ما شاء الله، ريحته بتبقى قلب البيت جدا. جربوه، الولاد ما بيبطلوش يشتروه من بره، هتعمليه في البيت. عايزه اقولك ان البيضايه وكوبايه الدقيق عملت معايا 6 قطع زي ما انتم شايفين قدام عينيكم. ما فيش حاجه من ورا الكاميرا لا كده ولا كده. لو حسبتوا التكلفة، شوفوا انتوا تشتروا الواحدة بكام من بره، احسبوا التكلفة وشوفوا انتوا هتعملوه، مش هيكلفكوا حاجة. اي حاجة بتتعمل في البيت ما بتجيش ربع تكلفة اللي انت بتشتريها جاهزة. انا ابتديت ان انا اقطعه مثلثات كده بجنب زي ما انتم شايفين عشان اقدم. طبعا التقديم حاجة ترجع لك، ممكن تحطيها واحدة بس وتحطي بولة ايس كريم وعليها صوص نوتيلا او اي صوص متوفر عندك. هنا انا بصراحة انا عندي نوتيلا، فابتديت ان انا ارصه كده زي ما انتم شايفين في الطبق، شكله مثلثات حلوة كده. وبعدين جبت النوتيلا، طبعا احنا الجو برد اليومين دول، فالنوتيلا هتلاقوها جامدة كده. لا، حطيها في كيسة، اي كيسة، كيسة تلاجة، كيسة حلواني، اي كيسة متوفرة عندك،
وتعالي حاطه الكيسه في كوبايه بميه سخنه من السخان، و10 دقايق هتلاقي النوتيلا سايحه ودايبه وايه ومية مية. وهو ابتدي اخطط بيها كده زي ما انتوا شايفين. عندك نوتيلا بيضة حطي، عندك نوتيلا بني حطي، اي صوص عندك متوفر استخدميه، مش هتوقفي نفسك. تمام. عندك صوص اللوتس بقى، صوص كراميل، اي حاجه انت حباها، حابه تزيني بيها حطي. زي ما قلت لك، حابه ان انت تحطي كل واحده لوحدها في طبق وتحطي معاها بولة ايس كريم وتزينيها بالصوصات وفراولايه كده على الجنب، مفيش اي مشكله. انما احنا عاملينه للولاد بصراحه وهما بيحبوه بالنوتيلا، وهي دي اللي متوفره عندي. وكان احلى وافل، احلى من اللي بيجي من بره 100 مره. كفايه ان انت عاملاه في البيت بالنظافه والحلاوه دي. هما لو هتشتري من بره هتشتري واحده بقد كده. شوفي بقى، انت عملتي كميه في البيت بتمن واحده من اللي هتشتريها من بره، وهياكلوا وهيشبع. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم، لو ما عندكوش الجهاز او المكنه ما توقفوش نفسكم، هتروح عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات او ادوات منزليه، هتقولي له عايزه القالب السيليكون بتاع الوافل، هيديهولك. هو لونه احمر كده معروف. تمام. بس وبيطلع بالجمال والشيكه دي. هتعملي نفس الخليط بنفس المكونات، بس قبل ما تحطيه في الفرن هتشغلي الفرن من قبلها. اشوفكم في فيديو جديد.